ولو إحنا بنتكلم عن يعني أشجار مثمرة، فبنتكلم على أشجار المانجو المثمرة، وعن ال ال الخوخ أيضًا المثمر، يعني كما يتضح قدّام حضراتكم بأنواع مختلفة أو أشكال مختلفة. ده يعني بأكد إن ده مش معرض، وحتى العنب اللي موجود قدّام حضراتكم إحنا ما بنتكلمش عن معرض للزهور فقط، ولكن أيضًا معرض للأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة. زي ما هو بيتضح قدام حضراتكم، سواء كان يعني أشجار فاكهة بأنواعها المختلفة، زي ما هو بيتضح في الصورة المتواجدة قدام حضراتكم. والجميل في مثل هذه المعروضات كما يتضح قدام حضراتكم إن ده يعني جزء من المعروض بأشجار مثمرة، تعطي انطباع بإن عندنا يعني حرفية حتى في المعروضات بكافة الأنواع وكافة الأشكال المختلفة لأشجار فاكهة فيها من الثمار ما فيها. يعني دي حتى التوت اللي قدام حضراتكم بأشكالها المختلفة، أو يعني حتى الورود، حتى شجر الليمون أو الفاكهة أو غيرها. يعني ده الجمال المتواجد في المعرض، معرض ما يطلق عليه معرض زهور ربيع، لكنه يعني انتقلنا منه من معرض زهور العنب، هو كما يتضح قدام حضراتكم ده ما بقاش معرض زهور ربيع، بقى اسمه معرض فاكهة الربيع، بأن كل هذه الأنواع المتميزة من الفاكهة المثمرة المتواجدة في معرض زهور الربيع، كما يتضح قدام حضراتكم بهذه الحرفية في المعروضات وهذه الثمار المختلفة والمتنوعة من البشاميل والخوخ وغيره من المعروضات. ده بيأكد ما يطلقون على التوت اللي هو احنا بيسموه البلاك بيري، معلش يعني هو ده اختلاف في الثقافات، سواء كان بلاك بيري أو توت، لأنه ممكن ما يكونش بلاك يعني، فأيا كان. آه، ده البرتقال، البشاميل، المانجو، الكثير من المعروضات التي تتواجد قدام حضراتكم بأنواع فاكهة عديدة ومتنوعة في معرض ما يطلقون عليه معرض زهور الربيع، الذي انتقل من معرض زهور الربيع إلى معرض ثمار مصرية متميزة وفاكهة عديدة ومختلفة ومتنوعة، كما يتضح قدام حضراتكم في هذه الصور المختلفة لزهور أو لثمار عديدة في معرض زهور الربيع يا سادة والسادة، كما يتضح قدام حضراتكم في هذه الصور البديعة لثمار. آه، انتقلنا من الزهور إلى العديد من الثمار المتواجدة في البيئة المصرية، ونباتات الزينة العديدة والمختلفة. لازلنا مع حضراتكم في معرض زهور الربيع هنا في القاهرة، والعديد من الأشجار المثمرة التي تتواجد هنا لجزء يستحق الزيارة كمعرض لزهور الربيع يا سادة والسادة هنا في القاهرة في معرض زهور الربيع. هذه هي الخوخة التي طابت وتجد وأنه قد حان وقت قطافها، وربما لم تجد من يقطفها في معرض زهور الربيع أيها السادة والسادة. العديد من الثمار، يعني هذا هو البرتقال المختلف، والعديد من الثمار المختلفة هنا في معرض زهور الربيع أيها السادة والسادة. يعني معرض زهور الربيع الذي أتواجد فيه لم يعد معرضا للزهور فقط، ولكنه انتقل من معرض زهور الربيع إلى معرض ثمار مختلفة ومتنوعة كواحد من المعارض المتميزة هنا في قلب مصر في قلب القاهرة. يا سادة السادة، معرض زهور الربيع الذي يتواجد فيه الكثير من المعروضات المتميزة والشكلات العديدة وحتى المثمرة منها التي تتواجد في هذا العرض الذي عرضه لحضراتكم كواحد من الأماكن التي تستحق الزيارة. ده المعرض الزراعي في قلب القاهرة في معرض زهور الربيع، ما يطلقون عليه معرض زهور الربيع أيها السادة والسادة. هذه هي الصورة المتواجدة أمام حضراتكم. دمتم بخير، تمنيت لكم بدوام التوفيق، وأن تستمتعوا بما حبانا الله به من
خيرات في أرضنا وفي مصرنا الحبيبة.